هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا مريم ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده بقى عندنا امتحان ماس. امتحان الماس يعني بصراحه الماده الوحيده اللي لو كنت متاكده مليون في الميه في هندسه ان هي هتظبط معايا، والله العظيم كنت يعني كدبت العالم كله لو كان قال لي انها سهله. اكتر ماده كنت مرعوبه منها، والحمد لله اكتر ماده سهله عندي اصلا يعني، او انا اللي ماشيه فيها كويس قوي الحمد لله، حتى كدرجات كفهم وكمذاكره وككل حاجه، حرفيا هي حلوه يعني، لذيذه قوي بصراحه معايا. فالحمد لله النهارده بقى عندي كويز وكده، وبصراحه يعني متحمسه له كده شويه عشان يعني مرتاحه الماده وكده، فاهمين؟ هنا بقى كنت خلصت الامتحان وكنت بطمنكم واقول لكم ان الحمد لله عدى على خير. الحمد لله الحمد لله بجد، يعني ما توقعتش ان هو هيجي كده. هي سهله وكل حاجه، بس ما توقعتش. هنا بقى كنت في المسرح. كان في ندوه تانية ملهاش اي علاقه بالمجموعه وكده، ولكن بصراحه كلام الدكتور اللي كان بيتكلم كلام حلو جدا. كلمنا في حاجات كتيره ليها علاقه بالتوعيه وكده، بصراحه كلام مفيد وفادني انا في حياتي كمان. هنا بقى كنا خلصنا الندوة وطلعنا انا وصحابي نفطر كده، لان احنا ما كناش اكلنا حاجة من الصبح والندوة كانت طويلة شوية، فقلنا نروح نفطر. وكمان بقى حبست بكوباية شاي بقى، وكانت صراحة قاعدة حلوة ورايقة كده بعد امتحان حلو كده. رجعت من الامتحان واعتقد باين على وشي ان انا خلاص هنكت كده، خلاص كفايه قوي كده على الواحد. الحمد لله عدى على خير، ولكن غلط يعني، نسيت بصراحه خطوه كده في المساله. هي بصراحه كانت مساله واحده، لان زي ما قلت لكم هو كويز وكده، ف لكن للاسف غلط. فمش عارفه الغلطه دي هتكلفني قد ايه. انا دخلت كلمت المعيد وكده وقلت له يا باشمهندس والغلطه وبتاع وكده، فقال لي شوف يعني الدنيا وكده. بس اعتقد ان هو بياخدني على قد عقلي يعني، لان ما شاء الله هو بتلكك اصلا على اي حاجه. صح، قبل ما انسى، ان شاء الله بفكر احضر لفيديو يكون طويل شويه بقى، فيه مثلا تحضيراتي للامتحان والكلام ده، ولكن مش عارفه بصراحه هينزل امتى عشان ما اديش وعد واطلع كدابه، لان الفتره دي بصراحه مضغوطه قوي وكده، فاهمين؟ فمش عارفه بصراحه، مش عارفه هينزل امتى، ولكن ان شاء الله في فيديو يعني هينزل قريب عن الحوار ده. السلام عليكم.